السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هنعمل مكرونة بالجمبري كده، حاجة لوز اللوز. بس عاملة ازاي؟ اللهم صل على النبي. ريحتها بقى تحفة. يلا بينا كده مع بعض نشوف هنعملها ازاي. معايا هنا توم، ومعايا جمبري، ومعايا توم، ومعايا جبنة موتزاريلا، ومعايا دقيق، ومعايا مكرونة أنا سلقاها نص سوا، ومعايا فلفل ألوان، وكوباية من المية بتاعة المكرونة، وتوم، وطبعا البهارات هنا، وعصرة ليمونة، كركم، فلفل اسود، 7 بهارات، بهارات السمك، ومعايا كوباية حليب وكوباية كريمة لباني. ومعايا هنا الزبدة. أول حاجة هجيب الطاسة، وهنزل مكعب كبير كده من الزبدة، وهنزل على طول وراه ايه بالجمبري. الجمبري طبعا لازم نكون غاسلينه حلو قوي، وحاطين عليه ليمون، غير الليمون طبعا اللي احنا هنحطه. هناخده كده تشويحة مع بعض كده، وهنزل عليهم بعصرة ليمونة. عايزة اقول لكم بقى الريحة تحفة. اي حاجه يا جماعه فيها فوسفور كده انا بعشقها. هنزل بقى بالبهارات، فلفل اسود و7 بهارات وكركم. بعد ما نقلب التقليبه دي كلها مع بعض، هطلع كده اجيب طبق كده واحط ايه الجمبري فيه. مش قادره اقول لكم على الريحه والله. في نفس الطاسه هنزل كده مكعب برضو صغير من الزبده، وهنزل معلقه من الثوم المفروم، وراها على طول معلقتين من الدقيق، كوباية مية من المية بتاعت سلق المكرونة، هنزل عليها على طول كوباية من الحليب، ونص كوباية من كريمة اللباني. هنقلب التقليبة دي كلها كده مع بعض. وهنزل بقى هنا أنا عندي كده فلفل ألوان، هنزل شوية كده، بدلع الأكلة، يعني لازم ندلع الأكلة يا جماعة. هنزل شوية كده من جبنة الموتزاريلا. الله على الجمال. بعد كده هرجع بقى بالإيه كمية الجمبري اللي احنا طلعناها شوحناها. بعديها على طول هانزل بكمية المكرونة، ما تحاولوش تسلقوا المكرونة قوي، يعني تبقى نص سوا كده. هجيب أي بقى صينية بايركس، وهنزل بكمية المكرونة والجمبري كده، والبهارات الجميلة ديت. اللهم صل على النبي، على الريحة يا جماعة والله. أنا بعشق أي حاجة فيها فسفور. بعد كده هسوي بقى الطاجن كده، وهجيب الجبنة الموتزاريلا على الوش، وهنزل على طول هدخلها في الفرن. مش هتاخد 10 دقايق، لأن كل حاجة طبعا عندنا مستوية. بصي ما شاء الله، بس بعد ما طلعت المنظر بس كده يجنن. لوحة فنية والله. هدلعها بقى بشوية بقدونس كده. بص عاملة ازاي ما شاء الله. يلا بسرعة بقى جربوها كده وقولوا لي ايه رأيكم. أتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، وأشوفكم على ألف خير في رعاية الله يا حبايبي.